وبركاته. بسم الله نبدأ الجلسة. والأول عايزة أوضح ملحوظتين مهمتين. الأولى إن الجلسة هي عبارة عن إن إحنا نفتكر مواقف على مدار شريط حياتنا ونحرر الآلام والمشاعر منها. فمهم إن إحنا عند كل موقف نوقف الجلسة ونبدأ نسترجع الموقف، نسترجع المشاعر، نحرر الألم بالتنفس وطبعا لو في بكا نفرغه، لو في حزن، وكمان ناخد رد الفعل اللي إحنا ما قدرناش ناخده وقت الموقف، وبعد كده ننتقل على الموقف اللي بعده. فما ننتقلش على الموقف اللي بعده إلا لما نخلص الموقف اللي احنا بنفتكره. هنوقف ونفتكر الموقف، وبعد كده ندخل على الموقف اللي بعده. والملحوظة التانية إن الجلسة طبعا يفضل إن هي تتعمل كاملة زي ما هي، لكن الناس اللي ما عندهمش وقت أو الناس اللي طاقة تحملهم ما تستوعبش إنها تعمل جلسة كاملة بالعمق ده، ممكن تقسم الجلسة على يومين أو على 3. ولكن مع ملحوظة في التقسيم، لازم ننهي الجلسة بإننا ناخد تنفسات عميقة ونشحن النور من ربنا عشان نرجع لتوازننا من تاني قبل ما نقوم من الجلسة. تمام؟ لو افترضنا إن احنا نقسمها على يومين ولا 3 ولا 4 أيا كان، كل يوم فيهم لازم بعد ما افتكر المواقف اللي قدرت افتكرها اروح انهيها بتنفس بنور من ربنا، وبعد كده عشان اقدر اقوم من الجلسة واكمل يومي. وكمان لو قسمناها فهيبقى عندنا الجزء الاخير فيها اللي هو جزء الطفولة. فجزء مرحلة الطفولة ومرحلة الابتدائي والمراحل البعيدة دي مش هنعرف نفتكرها غير لو استحضرنا موقف قريب. فبالتالي لو وصلنا ان احنا قسمنا الجلسة على كذا يوم وفاضل معانا مرحلة الطفولة دي، يبقى ان احنا نسترجع موقف قريب حصل فيه نفس الألم، ومنه هنقدر ندخل على مرحلة الطفولة والمراحل البعيدة. تمام كده؟ نبدأ بسم الله. ماشي، بسم الله هنبدأ جلسة جرح التخلي. الأول عايزاكم كده خلال الجلسة عشان نعرف جرح التخلي اللي هو الخوف. الخوف من الوحدة هو أكتر حاجة بتميز جرح التخلي، فعايزين نفتكر مواقف خلال الجلسة إحنا خايفين فيها من الوحدة. طبعا جرح التخلي بيخلي الشخص عنده تعلق نتيجة نقص عاطفي من الطفولة. يعني بمعنى أصح إن الشخص ما حصلش على الاهتمام والحب الكافي من وهو طفل، نتيجة انشغال الأهل عنه، نتيجة إن هم سابوه مع حد من الأهل، راحوا حتى لو راحوا مشوار وسابوه بيحس بجرح التخلي. بجانب إن إحنا أصلا بنعيش في لحظة الولادة، لحظة أول ما بنتولد بنحس بجرح التخلي من الأم، إن إحنا انفصلنا بقى وطلعنا بره بطنها يعني. جرح التخلي اللي هو بيسموه جرح الإهمال عشان هو إهمال عاطفي. جرح الترك. مسمياته يعني كتيرة، بس هو أساسه نقص عاطفي. أساسه احتياجاتي ما تلبتش. كنت محتاج مثلا مشاعر معينة وما أخدتهاش، احتياجات معينة كنت محتاجها وما أخدتهاش. أيا كان السبب، كل ده بيعمل عندي جرح التخلي. فخلال الجلسة عايزين نفتكر مواقف عشنا فيها الحاجات دي. كمان أي حد تعرض للانفصال يفتكر خلال الجلسة موقف الانفصال ويعيش لحظة الانفصال يعني يحاول على قد ما يقدر التفاصيل اللي يسترجعها. لو حد عزل من مكان بيعيش جرح التخلي برضو، بيعيش مشاعر التخلي. ف خلال الجلسة برضو نفتكر لو حد عزل انتقل من مكان لمكان يعني، أو ساب شغل غير شغله، فبرضو ممكن يعيش تخلي. أساسه برضو ليه بتعلق؟ عشان خاطر قلنا نقص عاطفي، عشان خاطر برضو بيبقى خوف من الفقد، إن أنا بخاف أفقد إنسان معين، مثلا إنسان بحبه، مثلا أم، أب، شخص، علاقة عاطفية أيا كان. فالخوف من الفقد ده بيعمل تعلق نتيجة نقص عاطفي، لأن الشخص ده بيديني حاجة بكون ما أخدتهاش مثلا في الطفولة، فعشان كده بتعلق. فكل ده نحاول نفتكره خلال الجلسة عشان نتحرر. مشاعر الخذلان برضو ممكن ضمن جرح التخلي، وهي برضو ممكن تبقى عند شخص تبع جرح الخيانة. مشاعر الخذلان توقعات توقعتها من شخص وما حصلتش. لما نحط سقف توقعات كده وينزل الأرض،
ده ممكن يبقى جرح تخلي وممكن يبقى جرح خيانة على حسب إحنا وقت الموقف عشنا ده إزاي. حطيت ثقته في حد وثقتي دي ما كانش قدها أو خذلني، برضه بيبقى جرح تسلي وأحيانا جرح خيانة على حسب إيه. وممكن يبقى الجرحين مع بعض، يعني ممكن يكون الموقف الواحد عشنا فيه جرحين مع بعض. فدي كده مواقف كده بحاول خلال الجلسة أفتح لكم إيه الآفاق كده تفتكروا المواقف دي، عشان مش كل ما عشان ما نطولش بقى في وقت التسجيل وأنا بشرح كل شوية أقول لكم افتكروا موقف كذا كذا. خلاص كده قلناها، وانتوا خلال الجلسة افتكروا إيه موقف من المواقف دي. نبدأ كده بسم الله. كل واحد يقعد يفرد ظهره على السرير أو يقعد على كرسي قاعدة مريحة، يبدأ يسترخي. هنبدأ ناخد تنفسات عميقة، شهيق من الأنف ونكتمه في 7 عدات، وبعد كده نطلع الزفير. نحاول نكرر ده حوالي 7 مرات 10 مرات. واحنا بنتنفس بناخد الشهيق بعمق، نتخيل إن قلبنا بيتنفس، نتخيل إننا بندخل الأكسجين للقلب وبيطلع في الزفير. واحنا بنتنفس بعمق نتخيل إننا بندخل التنفس للراس عشان تسترخي. تنفس والذراعين أو نخليهم يسترخي. تنفس لمنطقة القلب ومنطقة الصدر عشان تسترخي. تنفس بعمق بيدخل لمنطقة البطن بيخليها تسترخي. تنفس بعمق بيدخل للرجلين بيخليها تسترخي. تنفسات عميقة يخلي كل حتة فينا تسترخي، تبقى أهدى وأهدى. نكرر كده تنفسات بعمق لغاية لما ندخل في حالة استرخاء. نبدأ دلوقتي نفتكر أكتر موقف حسينا فيه بمشاعر الهجر، التخلي، الترك، الإهمال، نقص عاطفي. حسيت فيه محدش مهتم بيا، محدش بيحبني، محتاج ومحدش بيديني، خايف من الوحدة. كل الحاجات دي، أي موقف حسيت فيه بالمشاعر دي، أي موقف يجي على بالنا أو أكتر موقف حرك فينا المشاعر دي، حتى لو حصل من سنة من سنتين من 3 سنين، بس أكتر موقف عشنا فيه المشاعر دي نبدأ نفتكره، نعيشه كأنه بيحصل دلوقتي. مش مهم نفتكر تفاصيل قوي، بس المهم في كل موقف بنفتكره إننا نفتكر المشاعر اللي عشناها وقت الموقف ده هي أهم حاجة، عشان إحنا في الجلسة بنحرر المشاعر. فنفتكر الموقف، نفتكر مشاعرنا إيه وقت الموقف ده. أي صورة كده تظهر قدامنا نبدأها نجيبها، نستحضرها، نعيش المشاعر، نفتكر المشاعر اللي عشناها وقتها كانت إيه. نبدأ نحس المشاعر دي كأنها دلوقتي، كأني بعيشها دلوقتي. لو خذلان كأني عايشة دلوقتي الخذلان، لو احتياج كأني دلوقتي، لو الإهمال كأنه دلوقتي بيحصل. ونركز إيه المناطق اللي في جسمنا اللي هنحس فيها بنبضات، بشد، بألم، بأي تعب. القلب هيوجعنا مثلا، الكتاف مثلا، ضغط على الأكتاف، الإيدين نملت، الرجلين تقيلة فيها تنميل، فيها ألام، كهرباء، أي حاجة من الحاجات دي. الأنثى كمان منطقة الرحم دي منطقة صدمات. الأنثى كمان جرح التخلي بيتعاش جدا مع الأب. أي بنت بتبقى عايشة بجرح التخلي مع الأب، لأن الأب بيبقى مشغول طبعا في شغله وفي مسؤولياته، هي بتبقى عايشة نقص العاطفي جدا مع الأب يعني. فنحاول نفتكر مواقف زي كده، نشوف ايه المناطق اللي في جسمنا هتتعبنا.
هنبدأ دلوقتي نحرر كل منطقة من جسمنا حاسين فيها بألم أو بتعب أو بنبضات أو بضغط أو بتنميل. نبدأ نبعت تنفس بنور لكل منطقة منهم. أتخيل إن النور مصدره ربنا، باخد الشهيق بنور يدخل للمكان يحرره ويطلع الزفير يا ريت بلون أسود. نكرر ده في كل منطقة، يعني ممكن 2-3 لكل عضو كده حاسين فيه بألم، أو لغاية لما نلاقي العضو نفسه ارتاح. المشاعر المؤلمة، الضغط، التعب، النبضات دي كلها خلاص هديت ورجع العضو لحالته الطبيعية. تمام كده، افتكرنا الموقف، عشناه بمشاعرنا، افتكرنا المشاعر اللي حسيناها وقتها وحسيناها دلوقتي، حررنا بالتنفس أعضاء جسمنا اللي متأثرة بالمشاعر دي. نبدأ دلوقتي كل واحد مننا يفتكر شكله كده وهو صغير، يبدأ يتخيل شخص دلوقتي. كل واحد منا يتخيل نفسه وهو كبير وماسك الطفل الصغير اللي هو أنا وأنا صغيرة، وبننزل مع بعض سلم واحدة 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 واحدة. كل واحد مننا يطلب من طفله الداخلي يفكره ويدله امتى حسينا بنفس المشاعر دي واحنا صغيرين. امتى حسيت بنفس المشاعر دي وانا صغير وانا صغيرة. بننزل سلم واحدة واحدة عشان هندخل للماضي، نبدأ نفتكر امتى المشاعر دي اتكررت معايا وعشتها في الماضي. أول صورة تيجي في بالنا يبقى هي دي، ناخدها ونحاول نفتكر أي تفاصيل، نحاول نفتكر المشاعر اللي عشناها وقتها وإحنا صغيرين. عشنا نفس المشاعر دي في موقف من المواقف. نبدأ نفتكر الموقف، نعيشه بمشاعرنا كأنه بيحصل دلوقتي بالظبط، كأني أنا دلوقتي صغيرة أو صغير، كأني طفل وعايش نفس المشاعر ونفس ردات الفعل اللي عشتها وقتها. كمان خلال الجلسة أي موقف نفتكره، أي رد فعل عايزين ناخده، يعني الشخص اللي قدامي عايزة، حسيت مثلا بتخلي وعايزة أضرب اللي قدامي، عايزة أخد أزعق في أي رد فعل بنكون عايزين ناخده وحاسينه هيحررنا ناخده. نفتكر الموقف اللي حصل واحنا صغيرين، نعيشه بمشاعرنا، نشوف ايه المناطق اللي اتأثرت في جسمنا وقتها، نركز كده مع جسمنا ونحرر كل منطقة منهم اتأثرت، نحررها بتنفس بنور. نور مصدره رب العالمين بيدخل للعضو بيحرره، والزفير يطلع بلون اسود. نكرر ده لغاية كل حتة مننا تهدى وتبقى أفضل.
تمام كده، حررنا مشاعرنا بالتنفس. ركزوا معايا كده، عايزين نحلل الموقف. هل الشخص اللي كان معايا في الموقف واللي حسيت منه بنقص انه اهمال، يعني ما اهتمش بيا، نقص اهتمام، ما خدتش اللي انا عاوزه، ما خدتش احتياجاتي. إيه، الشخص اللي اتخلى عنه، ايا كان الاب او الام او ايا كان حد تاني يعني. الشخص اللي كان معايا في الموقف ده، هل كان عنده نية سيئة يأذيني؟ طبعا لا. سواء كانوا أهل أو غيرهم، الشخص ما كانش عنده نية سيئة يأذيني. ليه؟ لأن كل شخص رد فعله بيبقى بناء على ماضيه، بناء على جروحه الموجودة جواه، صدماته المتخزنة جواه، بناء على أفكاره، معتقداته، ماضيه، التربية اللي اتربى عليها، كل اللي عاشه، كل ده كون شخصيته وبيأثر على سلوكه ومشاعره وكل حاجة. فرد فعله إني خلاني أحس بالتخلي، خلاني أحس بنقص الاهتمام، أو أيا كان. كل اللي حصل ده لازم نفهم إنه نابع من شخص هو أساسا فاقد للحب، وفاقد الحب مش هيعرف يديني أنا كمان الحب الكافي اللي أنا محتاجه. فالشخص اللي كان معايا في الموقف ده هو ما كانش عنده نية سيئة يأذيني، لأن تصرفه ده كان نابع من ماضيه، من اللي اتربى عليه، من صدماته، من المتخزن جواه. هو شخص بيعاني وبيتألم، وقد لا يكون لا يعلم عن معاناته أي شيء يعني. هو شخص فاقد للحب، ما حصلش على الحب الكافي في طفولته، فبالتالي في الموقف ده معرفش يديني الحب الكافي اللي أنا كنت منتظره، معرفش يديني الاهتمام اللي أنا كنت منتظره، لأنه هو أصلا فاقد ده أو عنده نقص ده. فبالتالي معرفش يملاني بالحاجة هو مش مشحون بيها يعني. آه يا ترى أنا وقتها إيه الأحكام اللي قلتها على نفسي؟ هل قلت أنا ضحية؟ هل قلت أنا محدش بيحبني؟ محدش مهتم بيا؟ محدش عايزني؟ آم، محدش، أنا محتاج ومحدش بيديني، أنا ما اسواش شيء، أنا ولا حاجة عند الناس. إيه الأحكام اللي قلنا على نفسنا؟ قلنا على نفسنا أنا إيه أنا إيه أنا إيه. كل اللي قلناه على نفسنا كان صادر من نقص وعي مننا، كان صادر من طفل داخلي، وعي طفولي. وعينا الطفولي وقتها قال الأحكام دي على نفسه، لأن إحنا ما عرفناش نتصرف بوعي. وقتها اتصرفنا بوعي طفل، طفل غير ناضج. إحنا لو شفنا طفل أو طفلة دلوقتي في الشارع وتعرضوا لنفس الموقف ده، هل هنقعد نحسسهم بالذنب؟ هنحسسهم إنهم مذنبين؟ هنحسسهم إن هم السبب؟ أنا الغلط، أنا المسؤول، العيب فيا؟ يعني مثلا أنا ما أخدتش حب كافي، هقول العيب فيا أنا؟ ما حدش يهتم بيا، هقول أصل العيب فيا أنا، المشكلة فيا؟ لو شفت طفل بيقول على نفسه كده دلوقتي، أكيد أنا فاهمه ووعيه إنه مش هو السبب ولا هو المشكلة، لكن هحتضنه، هديله الحب اللي هو محتاجه، هفهمه وهوعيه إن الشخص اللي ما اداهوش الحب الكافي ده هو كمان بيعاني، بس لا يعلم عن معاناته شيئا، وإننا كمان في الموقف ده إحنا كمان كنا بنعاني، ما كناش فاهمين، لأن كمان الجرح ده إحنا وارثينه من الأب والأم، وهو موجود جوانا وعايشينه. والأحكام اللي أطلقناها على نفسنا إحنا اكتسبناها وتعلمنا إن إحنا نحسس نفسنا بالذنب،
ونقول على نفسنا الأحكام دي بدون وعي مننا. بس إحنا دلوقتي ناضجين واعيين، ونقدر ندي لنفسنا الحب الكافي اللي ما قدرناش ناخده في الموقف ده. عشان كده عايزة كل واحد مننا دلوقتي يحضن نفسه حضن جامد كده، حضن كبير، يحسس نفسه بالحب اللي ما قدرش يحصل عليه في الموقف ده. نسامح نفسنا على كل كلمة قلناها على نفسنا، كل حكم أصدرناه وكنا إننا حسسنا نفسنا بالذنب، إن إحنا المذنبين وإن العيب فينا، الكلام ده كله. نسامح نفسنا على كل اللي قلناه وإحنا صغيرين، لأنها صدرت مننا بدون وعي، بدون فهم وإدراك، إن إحنا كده بندخل لنفسنا مشاعر سلبية وأحكام، وإننا كنا سبب إننا نعيش أو نشد لنفسنا مواقف كتير بعد كده بسبب الموقف ده، بسبب الأحكام اللي قلناها على نفسنا، وإحساس الذنب اللي جوانا ده كان سبب إن إحنا نعيش مواقف كتير لغاية دلوقتي بيتكرر فيها نفس ده وبنعاني فيها نفس المعاناة. كل المواقف اللي اتكررت كان رسالتها إننا نتحرر من الأحكام دي، من إحساس الذنب ده، من المشاعر اللي إحنا خزناها في الموقف ده. فنسامح نفسنا ونحضن نفسنا جامد جامد، وندي لنفسنا الحب اللي ما قدرناش ناخده وقتها. وكمان نسامح الشخص التاني اللي كان معانا، لأننا دلوقتي فهمنا ووعينا إن هو كان بيعاني، وهو كمان كان فاقد للحب، ما كانش قادر يدي الحب ده لنفسه، وبالتالي ما قدرش يدينا إحنا كمان الحب ده. نحس كده بالتسامح لنفسنا وللشخص اللي قدامنا، ونحضن نفسنا ونوعد نفسنا إننا من النهاردة هنبدأ بداية جديدة، وهنتعامل مع نفسنا بنضج وبوعي، وإن اللحظة دي خلاص كانت في الماضي وانتهت، وإحنا دلوقتي في الحاضر، ومن الحاضر دلوقتي في المستقبل هيكون مختلف، وهيكون بوعي وبنضج وإدراك. ونبدأ دلوقتي نحرر كتلة الألم على مدار شريط حياتنا بقى. نبدأ نفتكر أقرب موقف حسينا فيه بالهجر، بالتخلي، بالإهمال، نقص العاطفي، بالترك. أقرب موقف يعني لو حصل النهاردة، حصل من أسبوع أسبوعين، يعني ماكسيمم كده يكون شهر شهرين. نبدأ نسترجع الموقف، نعيش مشاعرنا، مش مهم تفاصيل قوي، بس المهم عندي المشاعر. نعيش المشاعر اللي عشناها في الموقف ده وكأنها دلوقتي، كأني عايش نفس المشاعر دلوقتي، وحاسس بنفس المشاعر ونفس الأحكام اللي قلتها على نفسي، كأني بقولها. محدش مهتم بيا، محدش عايزني، محدش بيحبني، أيا كان اللي قلناه وقتها. كل الناس اتخلوا عني، سابوني لوحدي. خصوصا كمان لو لحظة أزمة وملقتش فيها حد وعشتها لوحدي على مدار الفترات اللي فاتت، مثلا أسبوع أسبوعين شهر شهرين، هل حصل؟ أو أكيد برضو خلال الجلسة نبقى نفتكر كده موقف أزمة كنت فيه لوحدي، محدش كان معايا فيه، وكان نفسي يبقى معايا فيه حد، واتألمت من وحدتي في اللحظة دي. مهم نفتكر الموقف اللي هو أقصاه يكون حصل من شهر شهرين، يعني نشوف مشاعرنا، نشوف ايه المناطق اللي في جسمنا متأثرة، ونبدأ نحرر بالتنفس المشاعر اللي متخزنة في جسمنا دي. تنفس بنور مصدره ربنا، هيدخل لي العضو اللي حاسة فيه بألم بنبضات بأيا كان. تنفس بنور يدخل يحرر المشاعر دي من العضو، والزفير يطلع بلون أسود ويخلي
الشهيق بعمق ده اللي بنور يخلي العضو أهدى وبيرجع لحالته الطبيعية. أسيبكم دقيقة تفتكروا وتحرروا ونرجع نكمل. نبدأ دلوقتي نفتكر موقف حصل في مرحلة الجامعة حسينا فيه بنفس المشاعر دي، مشاعر تخلي الهجر، ترك، ألم الوحدة، احتياجات متلبتش، خذلان، خوف من الفقد، نقص عاطفي، أيا كان. مثلا سواء كان مع الأهل، مع حد من صحابنا، أي مع دكتورة مثلا في الجامعة، أيا كان مع مين، مهم الموقف اللي يجي في بالنا نفتكره ونعيشه بمشاعرنا كأنه بيحصل دلوقتي، ونشوف ايه المناطق المتأثرة في جسمنا حتى لو مجرد نبضات، وهنحرر كل منطقة منهم. تنفس بعمق يدخل المنطقة اللي في الجسم المتأثرة أو العضو المتأثر، تنفس بنور يدخل ويحرره لغاية لما يهدى ويبقى أفضل. نكرر ده في دقيقتين كده ونرجع نكمل. واللي سنه صغير يفتكر مواقف تانية غير المواقف اللي افتكر. عايزة كل واحد مننا دلوقتي يبدأ يفتكر موقف حصل في مرحلة الثانوي حس فيه بنفس مشاعر دي، مشاعر الهجر والتخلي والإهمال، ترك. ممكن مثلا الأهل سافروا وراحوا مكان وسابونا، آه سابونا عند حد مثلا، أيا كان الموقف كان إيه. كان مثلا واحدة صاحبتي وكانت علاقتنا حلوة وسابتني وراحت لصاحبة تانية، كل ده بيعمل عندنا مشاعر الهجر والترك والتخلي. نبدأ نفتكر الموقف نعيشه كأنه بيحصل دلوقتي، نشوف ايه المناطق اللي في جسمنا اللي متأثرة واللي اتخزنت فيها المشاعر دي، ونبدأ نحرر بالتنفس كل منطقة منهم. تنفس بنور يدخل للعضو يحرره ويطلع زفير بلون أسود، وهكذا دقيقتين كمان ونرجع نكمل. نبدأ نفتكر موقف عشناه في الطفولة، مرحلة الابتدائي، حسينا فيه بمشاعر الهجر والترك والتخلي. ممكن يكون موقف على أبسط حاجة، ممكن يكون مدرسة كانت بتديني وتعلقت بيها وراحت، سابت المدرسة راحت ادت فصل تاني. ممكن يكون مع الأهل، سافروا، سابوني في مكان لوحدي. في الفترة دي مثلا كنت كانوا مسافرين وسابوني، مدرستي كانت في مكان بعيد فسابوني عند حد من قرايبنا. ايا كان الموقف ايه اللي اتألمت فيه من الوحدة نفتكره. طبعا اي بكا نحسه يبقى لازم نبكي ونفرغ كل مشاعر البكا لغاية لما نهدى ونرتاح، ونبدأ ايه نكمل بعدها نعيش الموقف بمشاعرنا اللي كان واحنا في مرحلة الابتدائي. نعيشه كأنه بيحصل دلوقتي، نتفاعل معاه، نشوف ايه المناطق اللي في جسمنا كانت متأثرة، ونبدأ نحرر بالتنفس كل منطقة في جسمنا اتأثرت واتخزنت فيها مشاعر لغاية لما تهدى. تنفس بنور. هسيبكم دقيقتين لغاية لما تقدروا تكملوا وتحرروا.
طيب نبدأ كده ناخد تنفسات عميقة أكتر عشان نسترخي أكتر ونعرف نفتكر، ونحاول كده نجمع ونفتكر موقف وإحنا عندنا 5 سنين حسينا فيه بنفس مشاعر الترك والهاجر والتخلي والألم من الوحدة، أو احتياجات ما تلبتش، كنا محتاجين حب ما أخدناهوش، اهتمام ما حصلناش عليه، أيا كان. نحاول ناخد تنفسات عميقة كده عشان نفتكر الصورة اللي هتيجي في بالنا، ناخدها ونحاول نعيشها كأنها بتحصل دلوقتي، ونعيش نفس المشاعر اللي عشناها وقتها، ونركز إيه المناطق اللي في جسمنا اللي متأثرة، واللي هي غالبا خلال الجلسة كلها نفس المناطق. نحرر كل منطقة منهم، تنفس بنور يدخل لكل منطقة يحررها ويطلع الزفير بلون اسود، وهكذا لغاية لما كل منطقة ترتاح. دقيقتين كمان ونرجع نكمل. طيب نبدأ دلوقتي نفتكر موقف حصل واحنا أقل بقى 2 3 سنين. يا ريت كمان لو جمعنا لحظة الولادة واحنا حاسين بمشاعر التخلي عن الأم في لحظة الولادة، يبقى جميل اللي هيعرف يجيبها. نحاول نسترخي كده، ناخد تنفسات عميقة، نكرر التنفسات عشان نسترخي أكتر، ونحاول نجمع امتى حسينا بمشاعر التخلي وقت الولادة، أو واحنا 2 3 سنين سنة. الفترة دي اللي مش عارف يجمع ومش عارف يفتكر خلاص هياخد تنفسات عميقة للمرحلة الجاية. هسيبكم دقيقتين تفتكروا، تعيشوا الموقف بمشاعركم كأنكم يعني لحظة الولادة كأنها بتحصل دلوقتي وعايش نفس مشاعر التخلي، أو كأني دلوقتي أنا سني 3 سنين 2 وعايش نفس المشاعر اللي عشتها في اللحظة دي، وأشوف إيه المناطق المتأثرة في جسمي وأحرر كل منطقة منهم. تنفس بنور يدخل المنطقة يحررها ويطلع الزفير بلون أسود. دقيقتين ونكمل إن شاء الله. عايزة كل واحد مننا دلوقتي يبدأ يتخيل نفسه هو جنين في بطن الأم، زي صور الجنين اللي بنشوفها على النت. يتخيل نفسه هو الجنين ده موجود في بطن الأم، والجنين ده حاسس بنفس مشاعر الأم. عايزين نعرف امتى الأم واحنا جنين في بطنها حست بنفس المشاعر التخلي والهجر. في موقف حصل واحنا في بطنها هي حست فيه بالمشاعر دي، والجنين اتوحد مع الأم وعاش نفس المشاعر دي كأنها مشاعره هو بمجرد ما بيفتكر صورة الجنين كده على طول بتظهر لنا المشاعر، أو بتظهر لنا نفس التعب أو الآلام الجسدية اللي ظهرت خلال الجلسة. المفروض فنسترخي، ناخد تنفسات عميقة، ونتخيل إن إحنا جنين. وطبعا لو أي بكا حسيناه خلال الجلسة أو في الموقف ده عامة، نبكي ونفرغ البكا ده، لأنه في الغالب هو بكا حسته الأم والجنين حسوا معاها. نشوف ايه المناطق اللي بتأثر في جسمنا ونبدأ نحررها بالتنفس. هسيبكم دقيقتين تفتكروا وتحرروا بالتنفس كل منطقة اتأثرت، نرجع نكمل. طيب ركزوا معايا دلوقتي. طبعا احنا عارفين ان الأم والأب ما كانوش يعرفوا اننا هيوصل لنا كل المشاعر دي، وان كل الأحكام اللي أطلقوها على نفسهم في اللحظة دي هتوصل لنا، كل الأفكار اللي عاشوها، كل المشاعر اللي عاشوها، كل حاجة وصلت لنا. طبعا هم عملوا ده بدون وعي منهم، عاشوا اللحظة
كل واحد منهم بتلقائيته باللي هو حسه، ما كانوش مدركين ولا عندهم وعي بإن الجنين اللي هيجي نتاج اللحظة دي هيحس بكل حاجة وتأثر فيه كل حاجة عاشوها في اللحظة دي. فطبعا أولا ما كانش عندهم أي نية سيئة لإيذائنا ولا الكلام ده، لأن هم حصل ده بينهم بدون وعي. وأكيد كل من الأب والأم لو كانوا عارفين إن الجنين هيتأثر بكل ده، أكيد كانوا عاشوا علاقة مختلفة تماما، علاقة فيها حب وسعادة مش يسودها الألم يعني. دي حاجة. الحاجة التانية إن كل واحد من الأم والأب عاش العلاقة دي بالمشاعر اللي عاشها دي، والأفكار اللي قالها على نفسه، والأحكام اللي حكمها على نفسه. كل ده نابع من جروحه، صدماته، ماضيه، طريقة تربيته، كل الماضي اللي عاشه، تجاربه، كل حاجة. فبناء على كل ماضي ده وكل المتخزن جواه عاش المشاعر دي وحكم على نفسه الأحكام دي بدون وعي. وزي ما قلنا هم ما كانوش يعرفوا إن إحنا هنتأثر بكل ده وهيوصل لنا كل ده. مهم إننا نبدأ دلوقتي نطلع الاختلافات بيننا وبين الأم والأب. نطلع على الأقل 5 اختلافات بيننا وبين الأم، وكمان 5 اختلافات بيننا وبين الأب. دقيقتين أسيبكم تطلعوا الاختلافات ونرجع نكمل. خلاص كده طلعنا الاختلافات بيننا وبين الأم واختلافات بيننا وبين الأب. اختلافات في الاسم، في الشخصية، فأي اختلافات كانت تيجي على بالنا نطلعها. طيب دلوقتي فهمنا وعينا إن هما كل من الأم والأب هما كمان ناقصين حب، تعرضوا لطفولتهم، هما إحنا وارثين منهم أصلا جرح التخلي. يعني هما كل واحد منهم عنده جرح التخلي، كل واحد منهم عنده نقص عاطفي من الطفولة، ما خدش الحب والاهتمام الكافي، ما خدش الاحتياجات الكافية اللي كان محتاج يحصل عليها من الأم والأب برضو. فهم بيعانوا معاناة كل واحد منهم لا يعلم عنها شيئا، لكن إحنا الحمد لله ربنا النهاردة كرمنا بالوعي وعرفنا نحرر نفسنا. هم ما كانش عندهم الوعي لا بالجروح ولا بالمعاناة ولا بالآلام اللي جواهم، بس خليكم واثقين إن كل واحد منهم اتألم يمكن ضعف الآلام اللي احنا اتألمناها، وما نعرفش هو كل واحد منهم عمل ايه عشان يحاول يحسن في نفسه ويحاول ما ينقلناش الآلام دي اللي هو عاشها في طفولته. بس خلينا متأكدين إن كل واحد منهم بيعاني، وإحنا ربنا كرمنا بالوعي إننا نحرر نفسنا، وهم ما قدروش يحرروا نفسهم من ألمهم وصدماتهم، لكن إحنا النهاردة بنحررها. فبالتالي الأول نحاول كده نتخيل الحبل السري بيننا وبين الأم ونقطعه، نقطع الحبل السري اللي من خلاله اتنقلت لنا المشاعر والأفكار دي. وبعد كده ندرك كويس إن ده حصل في الماضي، يعني قبل السنة اللي اتولدنا فيها، لكن احنا النهاردة في سنة 2022. كل اللي فات ده ماضي وانتهى. كل دي مشاعر الأب والأم هما اللي عاشوها في علاقتهم بناء على الماضي اللي عاشوه واللي متخزن جواهم. ما تخصناش في أي شيء. ما نسمحش للمشاعر دي والأفكار دي والأحكام اللي قالوها على نفسهم إنها تأثر علينا بأي شكل من الأشكال، إنها مش بتاعتنا. دي مشاعر الأم والأب بناء على علاقتهم هما مع بعض وعلى الماضي اللي عاشوه، كل المتخزن جواهم، مش بتاعتنا إحنا. عشان كده إحنا قطعنا الحبل السري، لأن دي حاجة خلاص
عرفنا ووعينا إن دي مش بتاعتنا وما تخصناش. كل واحد منهم روح، دي تجربته اللي جاي يعيشها على الأرض، وإحنا كمان روح مختلفة جاية تعيش تجارب مختلفة. وبالتالي إحنا من النهاردة بنسمح لنفسنا إننا نعيش الاختلاف بتاعنا ده، وإننا من النهاردة بنوقف التكرار لنفس المشاعر ونفس الجروح والصدمات اللي هم عاشوها. من النهاردة بنوقف ده لأننا فهمنا ووعينا، عرفنا رسالة المشاعر دي جوانا، عرفنا رسالة كل المواقف اللي عشناها في الماضي واتكررت معانا واللي عشنا فيها تخلي وإهمال واحتياج، كلها كانت مشاعر بتدلنا على الجذر الأساسي ده. واللحظة دي كأنها كانت بتشاور لنا خلوا بالكم في لحظة بين الأم والأب كان فيها المشاعر دي واتنقلت لكم فيها كل مشاعر الخذلان، نقص الاهتمام، تعلق، ألم من الوحدة، الإهمال، التخلي، الترك. كل ده اللي عشناه طوال حياتنا، الانفصالات، كل ده كان بيدلنا على الجرح ده اللي جوانا، هو جرح التخلي اللي اتنقل لنا من الأم والأب. ونحن دلوقتي فهمنا ووعينا إن خلاص ما يخصناش، وفهمنا رسالته، فهمنا رسالة كل الآلام دي. احنا دلوقتي بنتحرر منها. عايزة كل واحد مننا يحضن نفسه، يحضن نفسه جامد، يسامح نفسه على إن الآلام دي كلها جواه طول سنين عمره هو ما يعرفش عنها حاجة وبيتألم منها وهو ما يعرفش. ونسامح نفسنا كمان على إننا كنا بنحسس نفسنا بالذنب على المشاعر دي اللي جوانا، وبنشوف نفسنا إن إحنا المخطئين المذنبين، وبنأنب في نفسنا وبنجلد في ذاتنا، وفي الآخر دي مشاعر مش بتاعتنا أصلا. نسامح نفسنا ونحضن نفسنا، وكمان نسامح الأم والأب على وعيهم وعلى إنهم عاشوا المشاعر دي ونقلوها لنا بدون وعي مننا، بدون وعي منهم. كمان كل واحد مننا دلوقتي يقطع الحبل السري تاني بينه وبين الأم. كل واحد مننا يشوف نفسه جنين متحرر، حبل السري مقطوع وأنوار ربنا نازلة عليه بتحرره من كل المشاعر والآلام الأوجاع دي. ونردد أنا حر بيك يا رب، أنا حر بالله، أنا حر بيك يا رب، أنا حر بالله. خلاص إحنا متحررين من كل الآلام دي لأننا وعينا، فهمنا وتقبلنا وجودها، وسامحنا نفسنا وسامحنا الأم والأب إننا قالوا لنا المشاعر دي. ودلوقتي عايزة كل واحد مننا يشوف قدامه يافطة مكتوب عليها تاريخ النهاردة 19/6/2022، ويتخيل نفسه إنه في دايرة في الحاضر بوعيه الحالي بكل الآلام اللي جواه، كل المشاعر اللي عاشها. هو في اليافطة دي ويافطة تاريخ النهاردة قدامه، وهو في الدايرة دي قدامه كورة كريستال مليانة بالنور. وعشان ننتقل للكورة الكريستال نبدأ نتحرر من كل الآلام والأوجاع اللي جوانا، بتنزل على الأرض، بتتنزع مننا نزع وبتسقط على الأرض. كل جروحنا وصدماتنا وألامنا، مشاعر المؤلمة اللي جوانا احنا بنتحرر منها، تنزل على الأرض. والكورة الكريستال
عليها برضو يافطة بتاريخ النهاردة 19/6/2022. هنبدأ نطلع من الدايرة اللي احنا فيها، اللي خلاص اتحررنا، كل الآلام نزلت على الأرض، وكل واحد مننا بيدخل الكرة الكريستال اللي مليانة بالنور. البنات تشوف نفسها ملكة لابسة أبيض في أبيض، لابسة تاج، أنثى متوازنة في كورة مليانة بالنور. والرجالة كل واحد يشوف شخص نفسه أمير أنيق، طاقة الذكورة المتوازنة، وهو جوه الكورة الكريستال المليانة بالنور. وكل واحد مننا واحنا جوه الكورة الكريستال دي بتنزل علينا أنوار ربنا، بتحررنا، تملى كل حتة فينا، بتعوضنا. نبدأ نشحن من ربنا كل اللي ما قدرناش ناخده في المواقف كلها اللي عشناها خلال الجلسة. ناخد من ربنا الودود سبحانه وتعالى، ناخد منه الحب والود اللي احنا محتاجينه. ناخد من ربنا الحب الغير مشروط اللي معرفناش ناخده في حياتنا. ناخد من ربنا القبول الغير مشروط. ناخد من ربنا القيمة العالية، نشحن ولقد كرمنا بني آدم. نشحن بآية أليس الله بكاف عبده، الله كافينا. فإحنا بناخد من ربنا كل احتياجاتنا. نشحن كده، نتخيل إننا بناخد كل الاحتياجات، كل المشاعر اللي كان نفسنا فيها، كل حاجة كنا محتاجينها ومعرفناش نحصل عليها، بنشحنها من ربنا مباشرة، تنزل علينا واحنا جوه الكورة الكريستال مليانة بالنور، واحنا حاضنين الجنين وحاضنين الطفل الداخلي اللي هو واحنا صغيرين. وأنوار ربنا نازلة علينا بتشحننا، مدينا بالاحتياجات اللي احنا محتاجينها. بنشحن ربنا بآية، بنشحن نفسنا من ربنا بآية فطرة الله التي فطر الناس عليها. بنرجع للفطرة السليمة، الأصل، الغنى من رب العالمين، الأصل، الحالة اللي كنا مخلوقين بيها، اللي هي الفطرة اللي احنا فيها كنا في قمة الكمال والاتصال برب العالمين والنقاء، ولا كان في جروح ولا كان في آلام ولا أوجاع. نتخيل إننا كل حتة فينا بتتشحن من ربنا وبترجع للفطرة السليمة، الأصل اللي فينا. الدي ان ايه فينا في كل حتة في جسمنا، الدي ان ايه بيتحول ويتبدل للفطرة وللأصل، للجمال اللي فينا، للحب الغير مشروط، القبول الغير مشروط، للأساس يعني ربنا خلقنا بيه قبل ما الظروف والوراثة تغير فينا، وقبل ما المواقف تغير فينا. نشحن من ربنا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، بتملى كل حتة فينا. احنا بناخد من ربنا حب غير مشروط، كل حتة فينا ربنا أعلن إنه بيحبنا حب كامل، كل حتة فينا، وكأن كل حتة في جسمنا هي صنع، وكأن فيها بصمة من رب العالمين، وفيها صنع رب العالمين، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فكل حتة فينا هي إتقان وإحسان من رب العالمين. الحب اللي معرفناش ناخده، احنا بنشحن حب كامل من ربنا مباشرة. مهما الأشخاص ما ادوناش اللي محتاجينه، ما حبوناش الحب الكفاية اللي كنا منتظرينه، ما خدناش الاهتمام الكافي، احنا دلوقتي من ربنا بناخد الكمال والاهتمام الكامل، الحب الكامل، قبول الغير مشروط الكامل. بناخد من ربنا الأمان اللي ما عرفناش ناخده من الله المؤمن، ناخد السلام من الله السلام، بناخد الاتزان،
الله نور السماوات والأرض، بنشحن من ربنا نور مباشرة بيملى كل حتة فينا، نور كمال، نور بيدخل لكل حتة فينا، بيدخل على DNA بتاعنا بيغيره وبيملاه بالنور والنقاء والأساس، السلام، الاتزان، حب للأصل والفطرة السليمة. بعد كده أنوار ربنا برضو نازلة علينا، قدامنا طريق مليان بالنور، هنتخيل إننا بنمشي في الطريق ده وأنوار ربنا بتملانا وبتشحننا، بنكتفي بربنا. أليس الله بكاف عبده؟ كل الاحتياجات اللي احنا محتاجينها احنا بنتشحن وبنكتفي من ربنا دلوقتي. من دلوقتي من 19/6 من اللحظة دي احنا خلاص نتشحن من ربنا، وطول حياتنا طول مستقبلنا اللي جاي احنا خلاص مشحونين من ربنا اللي بيعوضنا عن كل اللي فاتنا. فبنمشي في طريق النور واحنا حاضنين طفلنا الداخلي وحاضنين الجنين، وبيمر ولابسين أبيض فأبيض، وبيمر علينا تاريخ بكرة 20/6/2022، بيمر علينا باقي الأيام واحنا ماشيين في طريق النور قدامنا، أو نشوف الطريق المليان بالنور ده كله كور كريستال برضو مليانة بالنور ممكن، وأنوار ربنا نازلة علينا بتشحننا وبتملانا. بيمر علينا آخر الشهر، شهر 7 و8 و9 و10 و11 و12، نشوف نفسنا كمان نفس التاريخ ده بس السنة الجاية 19/6/2023، واحنا في قمة السعادة والانبساط واحنا مكتفيين بربنا ومليانين من ربنا ومشحونين من ربنا، واخدين الحب والاهتمام والقبول الكافي من ربنا، كل احتياجاتنا متلبية من ربنا سبحانه وتعالى المصدر لكل شيء. وبعد كده بنكمل في طريق النور ده، تمر علينا السنين الجاية ونتخيل نفسنا بقى محققين كل أمنياتنا في المستقبل، وتمر علينا السنين الجاية 2024 2025 2030 و2035، واحنا مكملين في طريق النور. بتمر علينا 2040 2045 2050 2055 2060، لغاية لما نشوف روحنا مليانة بالنور بتصعد لرب العالمين. بعد كده نتخيل إننا بناخد تنفس بنور من ربنا بيملى كل حتة فينا، ونتخيل تنفس بنور على كل منطقة حسينا فيها بألم خلال الجلسة، وكمان تنفس بنور من ربنا مباشرة بيدخل على الراس، بيدخل على الأكتاف، نور بيملى العمود الفقري كاملة كده بينوره، نور بيدخل على قلبنا ومنطقة الصدر وينورها، نور يدخل على البطن، نور يدخل على الرجلين، نشوف نفسنا كتلة نور، نور على نور، مصدر النور ده رب العالمين، كل حتة فينا مليانة بالنور، أهالتنا حوالينا مليانة بالنور،